أنا خولة في عمري 26 سنة. قبل ما نتزوج كنت معارفة مع راجلي ووقع الغلط وحملت بولدي وجا خطبني. الأم ديالو ما بغاتنيش، ولكن ملي دخلوا الناس قبلت لينا، مع واخا هي ماما راجلي ما كانت حاملوش أنا وياها. المهم تزوجنا ولدت ولدي إسلام. داز كلشي بخير حتى بدات كتشد معايا الضد، ولينا أنا وعجوزتي بحال الضريرات. ولات كتخسر ليا الماكلة إلا درتها، وحتى أنا كنخسرها ليها. الكبيرة كاع فاش بغا لوسي الصغير يتزوج مشات خطبات ليه، وولات فين ما تطلع ولا تهبط تقول لي غنجيب لالاك. المهم مشاو خطبوها، ما داونيش معاهم، خطبوا وجاو فرحانين وانا نحلفها فيهم. مشيت خويت الماء للتلفازة وقطعت الخيوط ديال الثلاجة وخسرت ليهم كاع الآلات اللي بالدار، وانا نقطع الضو. ملي جاو لقاو الضو مقطوع في الدار، انا مشيت عند جارتي وقلت ليها تقول لهم راه ملي جات عندي خولة كان الضو في الدار وانا فرحانة. عجوزتي عرفات بلي انا اللي درت داكشي، ولكن ما عندها حتى دليل. المهم ملي داروا البريز للتلفازة تشعلت فيها العافية، وانا كنستمتع بداكشي اللي درت. الغد ليه قالت لي يا عجوزتي عرفت بلي انتي اللي درتي داكشي. انا ما مسوقاش حيت هما اللي بداو. المهم قالوا يديروا الصواب ويعيطوا على عائلة العروسة يتعشاو عندهم. عجوزتي جابت اختها ووصاتها باش انا ما نقربش للماكله تاع الضياف. انا في الاول ما كنت باغا ندير والو، قلت صافي نصفي نيتي معاها ونعل الشيطان. وانا نسمعها كتقول ديك السحاره ما تخليهاش تقرب للماكله، وهي تشدني الجعره عاوتاني. ما لقيتش كيف ندير، ولكن دخلت الكوزينه وتلفتها وخلطت ليها التيد مع السكر كلاصي وخويت ليها شويه في اللحم. السيده ما دات ما جابت. ملي حطات الماكله المكلخه ما ذقتهاش، وانا مالي، هما اللي بداو ملي حطوا الماكله اللي دار يديه كينوض. والعجوزه كتوشوش هي واختها وما رضاوش. جات عندي العجوزه كتخاصم وتعاير وانا نبكي ونشكي ونحلف يا رب تسمح ليا. حتى ولادها داروا فيها وقالوا لها اللي وقع كتلصقيه في خوله، وانا كنقلي ليها السم. وملي جاب لوسي المرا ولات كدير ليا بها الضد، ولات غير تابعاها وبنتي حبيبتي كبيتي وبزاف ديال المصطلحات اللي كيبينوا المحنه والمحبه. قلت تدبر راسها، البنت مزيانه ما دارت ليا والو وانا نبعد عليها. الساعه هي استغلات الوضع. ملي كنكون ملاهيه مع الضد ديال عجوزتي، العروسه الجديده كتجي عندها بنت خالتها واحد البنت زوينه، وانا مكلخه وليت حاضي غير عجوزتي اللي تسحر ليا وتفارقني مع راجلي. ولكن العروسه كانت لفعه تحت التبن. كل نهار كنا كنتناقشوا انا والعجوزه. العروسه كتدخل بيتها وتدخل سوق راسها مبعده منا. الساعه هي بالسياسه عرفت تستغنى. المهم كيف ما قلت لكم كتجي عندها بنت خالتها، وخلات راجلي تقرب من بنت خالتها وانا في دار غفلون. العجوزه كانت خايفه ناخد لها ولدها. الساعه العروسه الجديده خداتهم بجوج، ولات تسيس مع راجلها وتعمر ليه راسو. هي كدير بحال الا هزت التليفون وقت ما نتقاتلوا انا وديك الشارفه كتصورنا وكتعمر ليهم راسو. صدقات خدات راجلي لبنت خالتها وخدات لوسي حتى هو. واحد النهار جا لوسي قال لنا انا غنمشي نشري بارطما ديالي، ما بغيتش نسكن في دار الجحيم. ولينا مصدومين انا وعجوزتي. المهم ناض صداع وقالت لي عجوزتي الا بغيتي تمشي والله ما تخرج بشي حاجه في هاد الدار. خرج طويل. هي قالت هادشي باش ينعس الشيطان وما يمشيش. الساعه ما دارش بكلامه، خرج طويل هو ومرته. يلا مشى. جا راجلي قال لي حتى انا غنخرج من الدار، وانا فرحت قلت راجلي دار نفسي خرجني من هاد الدار. هو يقول لي جمعي حوايجك تمشي عند عائلتك. قلت ليه علاش؟ واش حتى تفرج الدار ولا شنو؟ قال لي نوضي لاله راك مطلقه. وزاد صدمني قال لي انا غنتزوج وحده اخرى. بقينا انا وعكوستي كنشوفوا في عطياتنا. خرجوا خلونا انا وياها حالين فمنا للسما. عكوستي ناضت ليا كتخاصم اول مره، ما كنجاوبهاش حيت مصدومه كنقول امتى وكيفاش ووقتاش وانا حاضره. عكوستي كتضربني وتحركني وانا ما منتبهاش ليها، وهي تشدني وبدات كتبكي وتباكينا انا وياها وتعانقنا وكنلومو راسنا وكنقولوا حنا السباب. فعلا رفع عليا دعوه ديال الطلاق وعطاني حقوقي وحق ولدي وطلقني. بقى فيا الحال على داكشي اللي دار، ماشي حين طلقت، حين حسيت بالشمته. المهم دوزت العاده في دارنا ديال المعيار وراكم عارفين، والضد مع عيالات الخوت. عقوزتي عاشت بوحدها.
لا هي كيسولوا فيها ولادها ولا الراجل عندي كيسول على ولده. واحد النهار تلاقيت مع عكوزتي القديمه، جمعنا وتحدثنا، قلت لي اش بان لك نبيع الدار ونسافروا انا وياك ونعيش مع حفيدي. فعلا داكشي اللي درنا، باعت الدار وشرات الدار في واحد المنطقه. خدمت انا وهي مقابله ليا ولدي. المهم ديك اللي كنت شاده معاها الضد هي اللي حنات فيا ولقيت فيها الخير. انا ديما كنطلب منها السماحه، ومرات ولدها الجديده دات ليها ولدها ودات ليا حتى راجلي انا. هذه هي قصه البنات. انا خوله المسمومه والشريره اللي شاده الضد مع عكوزتي، اللي حنات فيا من بعد كتر من امي وبا اللي ولدوني. لقيت فيها امي واختي وصاحبتي. نتمنى تعجبكم قصتي وتستافدوا منها. وكانت هذه هي قصة اليوم، نتمنى تكون عجباتكم وما تنساوش ليا اللايك والتعليق، وإلا ما كنتوش مشتركين فمرحبا بكم في القناة.